الكلمة دي غلط جدا، فاحذر منها لان بسببها تدخل النار. عندك 3 يمين، وتالت يمين خطير جدا هتتحاسب عليه حساب عظيم. واول يمين معانا هو لغو اليمين. ايه لغو اليمين ده؟ لغو اليمين ده احنا مش هنتحاسب عليه، لكن يستحسن ان احنا ما نحلفش بالله في اي حاجه. يعني مثلا تلاقي مثلا حد معدي من جيرانك وتقول له والله لا تدخل تشرب كوبايه شاي، والله لا تقعد تاكل. بيحصل كتير جدا، لكن اللي قدامك بقى هينفذ اللي انت بتقول عليه ده؟ وارد ان هو ينفذ، فبالتالي انت حلفت بالله كده. فما ينفعش ان احنا نحلف على اي حاجه، لكن مش هنتحاسب على لغو اليمين ده، لكن هنتحاسب على اليمين التاني وهو اليمين المنعقده. ايه اليمين المنعقده ده؟ انك مثلا تقول والله ما انا واكل في لحظه غضب، طب والله ما هدخل بيت اهل تاني. انت كده حلفت بالله كده، لانك وارد واكيد مش هتنفذ حاجه من دول، فبالتالي لازم كفاره. ايه كفاره؟ ان انت تطعم 10 مساكين لو مش مقتدر، لازم تصوم 3 ايام. تالت يمين هو يمين الغموس. اليمين ده خطير جدا وحسابه عند ربنا عظيم جدا، بسبب ان انت حلفت زور، او بسبب ان انت حلفت عشان تطلع من حاجه انت تطلع منها في الدنيا لكن مش تطلع منها في الاخره. فخلي بالك من حاجه زي كده. طب ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ ان انت تتوب لله توبه نصوحه، تستغفر ربنا على الحلفان ده. فطبعا لازم يا جماعه ناخد بالنا من حاجه زي كده، احنا شايفينها هينه لكن عند ربنا عظيمه جدا.